ايه الفرق ما بين ان انا بلعب تمرين ده كده والفرق ان انا امسك الدمبل والعب كده؟ هنا الوزن حاسس بيه، انت بتريح فوق صح؟ فهنا هو الوزن بيقل في الانقباض وبيزيد في الاستطاله، فانت كل ما انت بتطلع لفوق تاثير الوزن بيقل. دي بقى ناخد بالنا منها في ايه؟ ان انت تبقى عارف ان صعوبه التمرين تحت مش فوق، ما تفضلش مريح فوق. انت عايز تصعب التمرين، زود وقت وانت تحت وقلل وقت في الجزء اللي هو ايه؟ هنا. لكن هنا اهو انا لو في الانقباض بص اللاين اوف فورس بعيد قد ايه عن المفصل، فانا هنا حاسس بتنشن، هنا حاسس بتاثير على العضلات اللي موجوده. هنا برضو عمال يزيد 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 يزيد. ليه عمال يزيد في الجزء ده؟ عشان انا عمال ابعد المسافه اللي عندي، فيبقى انا في الاستطاله وفي الانقباض انا حاسس بتاثير الوزن. هنا هاجي ابص على العضله شايله وزن، هنا هاجي ابص على العضله شايله وزن، هنا هاجي ابص على العضله شايله وزن. اكيد في الانقباض مش زي الاستطاله، بيحصل الوزن تاثيره شويه بيقل وفي دايما مقاومه مستمره والوتر ما بيرخيش، ماسك كده عمال يشد. لكن على عكس الدمبل تيجي فوق يريح، تيجي تحت يفضل يزيد يزيد يزيد. فهنا الكابلات بتكون الطف بكتير، وبرده تاخد بالك من الحركات بتاعتك.